بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي ومتابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. النهارده نعمل يا حبايبي لقمة القاضي. بصراحة ما شاء الله، أو الزلابية. طريقة سهلة وخفيفة، مش هيتكلف مننا حاجة إن شاء الله. كل المكونات موجودة عندك في البيت. هتعملها بطريقة سهلة، حتى لو لأول مرة إن شاء الله هتعملها وتطلع إن شاء الله مظبوطة بإيدك بإذن الله. طيب احنا هنعملها يا حبايبي بكوبايتين دقيق بس، ما شاء الله طلع لنا أكتر من كده كمان. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده معانا كوباية وربع مية، ماشي. هتحط فيهم معلقتين سكر، بس المية تكون فاترة يا حبايبي عشان احنا الجو اليومين دول برد وكده. يعني معلقتين سكر، معلقة خميرة ممسوحة. وهنقلب المية مع السكر مع الخميرة عشان نختبر الخميرة يا حبايبي، نشوفها يعني الخميرة كده فعاليتها كويسة، جودتها حلوة ولا لا. هنقلبها تقليب كويس لحد ما ان شاء الله لحد ما تختفي خالص. وبعد كده نغطيها بطبق ونسيبها على جنب لحد ما ان شاء الله يعني في الاخر هنشوف عملت معانا ماشي. تعالوا ما نشوف بقى الدقيق بتاعنا، المواد الجافة. كوبايتين دقيق، معلقتين نشا، ذرة الملح يا حبايبي، ومعلقة بيكنج باودر برضو صغيرة ممسوحة. هنقلب المقادير الجافة دي مع بعضها، يعني كوبايتين دقيق، معلقتين نشا، ذرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر. طيب رجعنا تاني هنقلبهم كويس مع بعض. ورجعنا تاني الخميرة نشوف فعاليتها، لأنها ما شاء الله عاملة فقاعة ورغوي كده، كأنها ما شاء الله يعني مش فاسدة أو غايبة أو حاجة، لا ما شاء الله هي طازة. طيب هننزل عليهم بالكوبايتين الدقيق والمواد الجافة اللي احنا يعني جهزناها وضفنا عليها الإضافات دي. بس هنسيب حوالي معلقتين 3 كده عشان نشوف الدقيق مش كل يعني امتص الدقيق كله مش زي بعضه يا حبايبي. الدقيق بتاعك مختلف وانا دقيق مختلف برضه، فان شاء الله لو احتاجناهم هنحطهم باذن الله. معانا برضو حوالي 3 معالق زيت هنقلبهم. وبعد كده زي ما بيقولوا كده هنقلبها بمعلقه او بسباتيولا، بالمعلقه الاول. وبعد كده لو عايزه تعملها برضو بالمضرب او بايدك، المهم هنعجنها عجنه حلوه اذا يعني هنجمعها مع بعضها خالص ما شاء الله لحد ما تعمل معانا عرق يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تتمط معانا كده وتعمل عرق يبقى كده ما شاء الله الجلوتين اشتغل فيه. طيب هنغطيها ونسيبها حوالي ساعة ونص أو ساعتين في الوقت في الجو البرد ده. وبعد كده هنرجع لها تاني، هنخرج الخمرة منها زي ما انتم شايفين كده. هنقلبها في معلقة، نخرج الهواء اللي يجي من التخمير. وبعد كده تعبيها في كيس حلواني، أو برضو تقطعها بمعلقة شاي صغيرة. وبعد كده هي في الأول بصراحة يعني آه ما كانتش أحسن حاجة في الأول وأنا بعملها، لكن بعد كده انتظمت ما شاء الله وبقت جميل. عشان خاطر انا يعني كانت سايله شويه، انا ضفت لها معلقتين دقيق في الاخر لما كانوا موجودين معانا ما شاء الله، ابتدت تتظبط زي ما انتم شايفين اهو. طيب بعد كده هنحمرها تحمير نص تحمير كده، مش تحمير كامل. وبعد كده هنرجعها برضو تاني، كل ما نحمر كميه هنسيبها على جنب. وهنرجعها في الاخر خالص عشان ندي لها التحميره الاخيره يا حبايبي، بس على نار يعني مش عاليه قوي، متوسطه، وتكون نقلب فيها على طول عشان خاطر ما شاء الله تبقى كلها لون واحد موحده كده. لو وصلتوا على المقطع ده حط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي مشتركش في القناه الجميله بتاعتنا المتواضعه دي يا ريت يشترك دايما، اشتراككم بيساعدنا وبيفرحنا. طيب الشربات بتاعي يا حبايبي كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصره ليمونه، ومعلقتين عسل جلوكوز. لو مش موجود مش مشكله. وبعد كده هنسيبها هيبقى الشربات بارد والحلاوه لقمه القضيه يا حبايبي بتاعتنا تبقى بارده. انت بقى هتسيبها في الشربات حسب ما انت بتحبها بتشرب شربات. انا يعني ما سبتهاش كمية يعني وقت طويل عشان خاطر ما تشربش وتمتص كتير. يا ريت فيديوهات من اللي عجبكم النهارده، وتبقى عند حسن ظنكم يا حبيبي. مع السلامه.